الله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته رحمة الابد الابدين ودهر الدهر امين. نيجي نتكلم على مذكراتنا مع البابا كارلوس السادس الله ينح نفسه كنا بركة صلواته. طلعنا كتاب اسمه مذكراتي عن حياة البابا كارلوس السادس، اشتركت فيه انا الحقير بنعمة الله مع شقيقه الاستاذ حنا يوسف عطا الله ينح نفسه، شقيق بابا كارلوس السادس الأكبر. وعشان كده مش هنكرر كل ما كتب في الكتاب، ولكن هنقول الحاجات اللي هي ما كتبتش واللي طريقة العرض بتاعتها يمكن تبقى متعبة شوية لو كتبت، عشان كده هنضطر نقولها على شرائط ونشرحها بالتفاصيل وربنا يعين على ذلك. نبتدي ببعض المذكرات البسيطة اللي الواحد قدر يلمسها من بعض الأقارب منه ومن بعض المقربين له أيام ما كان راهب بسيط في مصر القديمة. بتدل كل القصص اللي هنقولها على أرضية جميلة يمكن تكون كانت السبب اللي ربنا اختاره فيما بعد يكون بابا للكنيسة، وأعزل على يديه آيات وعجائب يمكن تكون أكثر أو شابهت كل القصص اللي بتتقال على كل الأجيال وكل القديسين اللي بنسمع وبنقرأ كتبهم، مثل أنبا إبراهيم واسكور صيوم ولا نفسه أنبا سلمان أبو طرحة. نبتدي نحكي حكاية عن واحد كان ساكن عنده في مصر القديمة، في الأوض اللي كان عاملها ملحقة بالكنيسة للخدمة وللخلوة. فهذا الأخ كان بسيط ومحب للكنيسة ومحب لربنا قوي، فحب نتقابل. فطلبنا أبونا مينا المتوحين يرهبنه، فأبونا مينا عارض قال له يا ابني بلاش خليك كده يخدمنا، فما رضيش أبدا. فبعد كده اتوسط له عند أنبا توفيق السريدي السريان وادي نطروم، وبعت له انه يجربوا ويشوفوا اذا كان ينفع يرهبنه. وفعلا قعد مدة اختبار وبعد كده اترهبن ومارس حياة نسكية شديدة، ويظهر ان هو برضه ما كانش جاء واحد له صدر حنون او واحد يرشده الى الطريق الوسطى، فابتدى يتعب شوية شوية الى ان خرج عن عقله وأتى تصرفات تشابه المجانين. فأبونا مينا متوحد سمع ان الاخ ده كان سموه فيما بعد الراهب سريج السورياني انه راح مستشفى المجانين، فزعل جدا وقال ليه ما يقولوليش حاجة كده. وبعد لما توفيده وبعد ناس كتير جابوه طلعوه من المستشفى روح عند ابونا مين عايزك. فبرضه كان يأتي تصرفات واقوال غير مهذبة وغير عاقلة، لكن راح وقعد معاه ابونا مين عادات طويلة. اللي بيه قال لي يا ابني اقعد معانا احسن. قال له لا انا ما اقعدش معاك. ليه يا ابني ما تقعدش معايا؟ قال له كده انا هطلع اسيح. يا ابني اقعد. المهم بقى يسمع كلامه على توسط ليلة والتانية، وكل يوم يقول له يا ابونا ابعد عني انا عايز نطلع نسيح في الشوارع وفي البلاد وفي الصحاري. يا ابني اقعد معايا، انا قبل كده قلت لك اقعد معايا وانت ما رضيتش، والمرة دي برضه مش عايز تقعد. فقال له لا. فجاء الساعة 2 بعد نص الليل وقال له انا عايز امشي. يا ابني اقعد ربنا يهديك مفيش فايدة. فتح الباب بتاع الدير بتاع مصر القديمة وكان ماشي في الشارع، وفضل ماشي من مصر القديمة من الساحل بتاع مصر القديمة الى ان وصل كوبري الملك الصالح. كان في 2 عساكر ماشيين من هناك من هناك. فقال لهم انا. انت مين؟ قال لهم انا راهب. اسمك ايه؟ اسم فريق. ساكن فين؟ ساكن عند ابونا مينا. ايه متوحد؟ قالوا مش معقول، ابونا مينا متوحد راجل عاقل ما عندوش ناس زي كده، اول مرة نسمع. قال له مثلا جاي جديد. طب تعالوا نوديك الاسم. ودوا الاسم وسألوا الصول هناك. الصول قال مش عايزين فضائح، ده ابونا مينا راجل عظيم وخدماته وافضاله علينا، تعالوا يروحوا يسألوا ابونا مينا. فخدوا الراهب 2 عساكر وخبطوا الساعة 3:30 بعد نص الليل الصبح. كان ابونا مينا بيعمل تسبيحة. فتح
في اولاد قالوا الراجل تعرف ولا اعرف؟ طب وطيب يمشي سأله؟ انا قلت له كتير ما يمشيش ومفيش فايدة فيه. قالوا طيب بس حسيت الدكتور بيسلم على حضرتك وبيقول لك يعني خلي بالك منه، عشان يعني هشكينا فيه وواحد يمكن يضربه ولا حاجة ما يصحش، وضرب بدينه وما يصحش. فقال له يا ابونا فرج ناوي عليه؟ قال له خلاص انا طلعت من عندك بإرادتي، ومرة مين جابني الاثنين عساكر انا هقعد عندك. فقعد ابونا فرج ده بقى كان يطول شعره خالص ما يغيرش جلابيته ابدا. كان ابونا مينا يحايل عشان يحلقوا شعره ويغيروا جلابيته بالعافية. يوم في نص الليل عشان يقول تراتيل بحس عالي ده صح الحي كله. ابونا يقول له يا ابني الناس عايزة تنام، طب قول بحس واطي على نفسك، قول حاضر يحضرك على نفسك يقدر يزعل عالي وقت ما ينام. وكان كل ده ابونا مينا صابر الى ان بابا كرولوس الله نفسه اترسم بطرس مع بعض، ووصى اخوه ابونا مخيل الله نفسه ايضا انه يرعاه ولا يفرط فيه ابدا لغايه النهارده هو موجود وخادم، ويمكن ابتدى دلوقتي يكون اعقل من اي واحد عاقل وصبور وسكون وسكوت ومؤدب وخدوم جدا، وربنا يحميه ويكمل رهبنته بسلام. في قصة ثانية كان في واحد رئيس شمس اسمه بيترو، كان راجل طيب وكان مش متزوج، والظاهر انه كان في مصلحة المساحة بيشتغل موظف فني، وبعدين يصيب بيظهر بمرض فطلع من شغله، وبقى يروح عند بنيامين متوحد ويساعده في عمل التسبيحة يوميا. يروح الساعة 2 بعد نص الليل كل يوم يطلع طحنة الهواء، وبعد كده ما نزل في مصر دي مكان برضه يروح له ويخبط عليه ويعملوا مع بعض التسبيحة. فكان دايما يروح عنده ويشتركوا مع بعض في التسبيحة. قرر كبير في السن بتاع حوالي 60 سنة هو أقل بقليل. وبعدين جو في من أيام كده قال له يا أبونا مين أيه رأيك نتفق؟ قال له يا ابني نتفق. قال له الشماس يقول مرده مظبوط، والعريس يقول مرده مظبوط، والسيس يقول صلاته مظبوط، محدش ياكل التاني. قال له موافق يا. فجاء في من الأيام كان أبو مينا يظهر عنده عذر أو مستعجل، فجاء في مرض اللي هو بعد أيها الجلوس كفو راح، وهو لسه بيقول أيها الجلوس كفو عمل فكري، راح هو سيدنا ابتدى الذي يقف حوله أو قف أمامه، فراح عمل فكري راح تسيب الكنيسة طبعا طلع بره، ما على المكتبة قدام باب الكنيسة هو ده بشمه. جه ابونا مينا يستنى لحد يرد في المرض، مفيش حد يرد، يبص شمالين ما لقاش عمل فكري. كمل له شوية وخلى الشعب بيقول للشاومين يسجدون لك، وراح وقف الشماس تاني على المسبح وطلع يشوف عم فكري. ايه يا عم فكري مالك؟ قال له احنا اتفقنا. طب ابنك مستعجل؟ قال له احنا متفقين. طب يا ابني خش نكمل الدرس. قال له لا نتفق من جديد، انت كسرت الاتفاق نتفق من جديد. يا ابني طب حرك على بساطك نتفق من جديد، بس واحد قال لا اتفق هنا. اكيد هو فاهم من العطله قال له ما نعرفش نتفق من جديد. قال له خلاص نتفق من جديد. قال ما تكونش حد من المردات ولا الشعب ياكل. قال له خلاص موافق يا سيدنا ابونا موافق خلاص. تعالى يا ابني حللني الله يحلك الله يحلك الله يحلك. دخلوا صلوا وكملوا الدرس وكل ده، وابونا مينا لم يفتح فمه ولم يعاتبه في نظام. نيجي من ايام برضه الدرس تاني، واللي حكى لي الحكايه دي عم فكر نفسه من بقه بيقولها لي بقى. انا بقى بقول زي بطرك بيحكيها على اعتبار ان بقول قلبه ابيض واحتمله كثيرا، وهو اذا انه كان راجل بالحاجات دي بدون ارادته، لانه